اهلا بكم في الخرابة مسلسلات. بصوا بقى، السلسلة ديت هنخرب فيها على المحتوى الرمضاني، مسلسلات بقى، اعلانات، فوازير، كنافة، قطايف، مش هنحل. وطبعا بعتذر لكم يعني عن ال10 ايام اللي فاتوا دول، ما كنتش بنزل حاجات بانتظام يعني، اصل بعيد عنكم اول اسبوع 10 ايام كده بتفاجئ برمضان وبهيئ المعدة تتقبل الوضع اللي احنا فيه. ان تاني وتالت 10 ايام مش مشكلة يعني، هنهبط فيهم لما نقول يا بس. نبدأ بقى كده بقائمة المسلسلات الخاصة بيا انا اللي بتابعها في رمضان. وده مش معناه ان انا بكره باقي المسلسلات يعني، انا بس بفضل ان انا اشوف مسلسلات معينه في رمضان ومسلسلات تانية ما عنديش مشكله ان انا اشوفها بعد رمضان. اولا كده جعفر العمده طبعا، ثانيا الكتيبه 101، ضرب نار، بابا المجال، وطبعا بعد كده المداح، واخر حاجه رشيد طبعا. ورشيد بقى الاسباب خاصه بيا انا، انتوا خدتوا ستايلي واسمي وحتى ستايلات هدومي خدتوها في الشخصيه، بس الحمد لله انتوا لحقتوني على اخر لحظه، كنت هرفع قضيه عليهم الصراحه، بس لو كانوا جابوا قصه حياتي انا يعني. وما بس الحاجه الوحيده الحقيقيه اللي في قصه حياتي يعني وشبيهه للمسلسل ان الواحد عرف شويه عيلر في حياته يعني. والله رشيد والله مش شبهه والنبي. بهزر طبعا. محمد ممدوح من الشخصيات يعني اللي انا بحبها جدا وبحب اشوف اعمالها اول باول. طبعا انا شفت اولى الحلقات من مسلسل الكبير قوي، مسلسل ياسر جلال ومحمد سعد ورسالة الامام للفنان خالد النبوي، الامام الشافعي. صراحة ما تكيفتش. تقول لي ليه يا عمو؟ اقول لك اصل انا اسف، بالنسبه للاستاذ خالد النبوي يعني هو ممثل قدير يعني، انا راجل تقيل يعني. لما نعمل دور الامام الشافعي وفي اول حلقه اسمع الامام الشافعي او اللي بيقوم بدور الامام الشافعي بيقرا الفاتحه غلط، بقى صباح الفل باقي المسلسل. وده سبب من الاسباب ان انا ما شفتش الا اول الحلقات بس منه، تحديدا اول حلقتين. انا بصراحه عن نفسي ما اشتريتش، قلت وربنا ما انا واكل، واللي حسبته لقيته والله بعد اول 3 حلقات من عرضه النقاد بقى التقال مسكوس هلخ في الموضوع ده يعني. نقاد تلاقي ناس على علم ودرايه باللغه العربيه، تلاقي كل ده انتقد المسلسل، وده في اول 3 حلقات منه، فبالك بقى باقي المسلسل واحنا داخلين خلاص على تاني 10 حلقات منه. اما بالنسبه بقى للاستاذ ياسر جلال، يبقى واحد في مقام الاستاذ ياسر جلال طبعا طالع من ظل الرئيس ورحيم، ويفاجئك في اول اسبوع انه عامل لنا مسلسل فيه تجربه عائليه ساذجه. يعني ايه واحد متجوز واحده والواحده ديت مخبيها عن مراته الاولانيه؟ ده ممكن يكون جزء صغير من مسلسل كبير بيتعمل كده، مش مصدق ان ده يكون مسلسل. ومعلش يعني ما هو مش كلنا كمشاهدين يعني نستجيب لحاجه زي كده. بالنسبه للكبير قوي بقى انا مش عارف يعني، ما اقدرش اقول غير اني ما ارتحتش او انا مش متعود اتفرج على حلقات الكبير قوي في رمضان بصراحه، ودي حاجه شخصيه يعني، ما مش عيب في المسلسل او المسلسل فيه مشكله يعني. انا بصراحه ما ارتحتش للجزء ده شخصيا، وبفضل ان انا ممكن اشوفه بعد رمضان او ما اشوفوش، مش هتكون فارقه قوي. مع ان قبل رمضان بحوالي اسبوع كان منزل اغنيه كسرت الدنيا اللي هي اسمها ولعانه، اللي هي المفروض اعلان للمسلسل او الجزء السابع. انا من رايي الاغنيه ديت يعني كسحت كل حاجه يعني، وكانت كبيره قوي على الحدث اللي حصل ده. ونيجي بقى للاستاذ الكبير طبعا محمد سعد علشان يفاجئنا كلنا بكارثه فنيه كارثه فنيه دخلت من اسمها ايه دي طلعت من اسمه ايه ده يعني، على الله. انا بصراحه اول ما شفت المشهد ده قلبي ده هو، لا ده هو، حاسس ان العيب منك عشان كده مكبر دماغك. قلت لا والله العظيم لا، في رمضان ايا كده. طبعا انا يعني اديتكم نبذه مختصره عن اللي هنتكلم فيه الكام حلقه الجايين ان شاء الله. كل يوم هيكون في حلقه، وكل يوم هيبقى في رياكت على مشهد معين او حاجه معينه تكون لفتت نظري، وهيكون معانا كمان قصص خلف الكواليس، تسريبات وايه زيطه كلمات وايه وزيطنا وزيط نفسي والله زيط نفسي. ان شاء الله هتتبسطوا من اللي جاي. كان معكم عمو ريشه اللي مش عاجبه العيشه، وعلى عز المشاهد ان لم تضغط لايك فاعلم ان الشيطان قد منعك. سلام عليكم.